كانت ممكن لو في المرمى تخش هدف، وبعدين ضربة ركنية، وهدف التليفونات عن طريق سامح شوشة. حكم المباراة حاسبها فاول. هنشوفها كده تاني مع بعض. ما اتحسبش الهدف ده. في الدقيقة 50 في حد طلع مع أحمد سعد، صح. ارجع تاني كده وهي بتترفع يا بيوم، معلش. أيوه الزاوية دي تبين، ماشي، الزاوية دي تبين. بص أحمد سعد حارس اتحاد الشرطة طلع معاه رافائيل كواكيو حجزه حارس المرمى. أيوه كمل كمل كمل. بصوا أهي أحمد سعد طالع. والله هنا من الزاوية دي يعني ما تبينش إن فيها حاجة. ده رافائيل كواكيو مدي ظهره. طب هترجع لي الزاوية اللي قبل كده. أيوه الزاوية دي. وقف الكرة كده لما الكرة تكون عند أحمد سعد. في زاوية تانية كمان، في زاوية تانية، في كاميرا أقرب شوية، اللي هي الإعادة اللي بعد دي. مشي كده مشي. أيوه هي الزاوية دي. أهو أحمد سعد أهو، وطالع معاه رافائيل كواكيو. يعني في اصطدام، أعتقد في اصطدام. رافائيل كواكيو خبط في أحمد سعد، فده اللي خلى أحمد سعد يفقد التوازن. هي دي. بس أنا شايف إن رافائيل كواكيو بظهره، بس ممكن يكون يعني الاصطدام ده خلى أحمد سعد يفقد توازنه. أهي الكرة من هنا برضو تبان أكتر. مش عارف، أنا شايف إن رافائيل كواكيو طلع لوحده، يعني ما يعني حتى مدي لأحمد سعد ظهره. لكن حكم المباراة هو الأقرب، وهو اللي كان واقف قريب، وألغى الهدف لتليفونات بني